الشيخ في السنة الجن العاشق للحرام عاش. اسمعوا. المولى سبحانه وتعالى عندما خلق الجن والإنس ما خلقهم، ما قال في القرآن الكريم؟ قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. فهمت؟ وقد ميز الله الجن بالخفة والشفافية، وأعطاه شيئا لم يعطه للإنس، لأن سمي عليه السلام وهو خلق من خلق الله أبو الجن. عندما سأل ربه، عندما سأله الله سبحانه قال اسأل، قال أن نرى ولا نرى، أن نرى كل شيء ولا يرانا نحن أحد، أن نرى ولا نرى، وأن ندفن في الثرى، وأن يصير شيخنا شابا قبل موته. يعني القوة عندهم، هو القوة التي عندهم خير منا. لأن انظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام سليمان ما قال من ياتيني بعرشها قبل أن ياتوني مسلمين. قال عفريت من الجن. وهناك كذب من قال أن العفريت يسكن الإنسان. تذهب إلى راقي فيقول أنك بك عفريت، وانظر العفريت ما قال. العفريت أضخم من الجبل، أكثر من الجبل. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. القوة والأمان. فهمتوا؟ الله قد أعطى الجن القوة والسرعة، وأعطاهم خفة الحركة، وأعطاهم حتى الذكاء. هل هناك أذكى من إبليس؟ أذكى من إبليس لا يوجد. لماذا؟ من أنزل أبانا آدم عليه السلام من الجنة إلى الأرض؟ من؟ إبليس هو أذكى منا. من ضيع الأمم وفرقها وجعلها شيعا؟ من؟ إبليس. ونحن نظن أننا الأذكى، لا، هو أذكى منا. رب سبحانه عندما خلقهم جعل بيننا وبينهم سدا.